صباح الخير، رايحة الجيم. كيف حالكم؟ اليوم عندي ليجز. يما مش عارف امشي بعديها. عينو تعودتوا علي، صرتوا عارفيني خلاص. يا رب ما اتاخر. السيشن تبعتي على 12:30، هلا الساعة 12 تقريبا. كنت على بعد ثواني من اني اكنسل، بس للأسف رحت. مش عارفة احكي. شوفوا، مش للأسف، منيح اني رحت، لانه انا اول ما اخلص ححس انه انا منيح اني ما كنسلت، فاهمين؟ بس يعني دايما هيك الواحد ما له خلق بيكون. المفروض اصلا السيشن تبعتي تكون 10، الساعة 10، بس الحمد لله الكوتش قالت لي خليها 12:30. الحمد لله اجت منها يعني. فيلا ليتس جو. ما بعرف احكي وانا باكل دقيقة. اوكي هيا بنا، يلا خلينا ننطلق. بسم الله. شو اخباركم اليوم؟ كمان طمنوني عنكم. اليوم هيك يوم خفيف ويوم بسيط بالنسبة لي، ما في شغلات عجقة كتير. اهلا وعليكم السلام. ما في شغلات كتير عجقة، هيك يوم بسيط. رح اروح على الجيم وبعديها رح ارجع، رح اقعد في البيت خلص هيك كم شوية شغلات عندي، بعديها بالليل احتمال نروح عند بيت اخوي. فهيك فاهمين انه يوم عائلي، فهيك خفيف لطيف يعني. ما رح ازعجكم اليوم بالستوريز. رح اروح اليوم عاد اشوف بنات اخوي. شوفوا بنات اخوي هدول اغلى شيء بحياتي. دائما بقول يا الله اذا انا هالقد بحب بنات اخوي، فكيف انا يعني بكره اذا مثلا جبت اولاد وبنات انا كيف حكون بحبهم؟ اذا انا بنات اخوي هيك بعشقهم، بموت عليهم. عنده بنتين ما شاء الله لا قوه الا بالله، ماسة ونايم. وهدول روحي عن جد روحي يعني. كتير 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 بحبهم وكتير متعلقة فيهم. بناتي بحسهم. فبحس من قد ما أنا بحبكم وبحبهم نفسي إنه أنا أطلعهم، بس بخاف عليهم كتير 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 صراحة يعني. كتير بخاف عليهم. خصوصا قبل كم من يوم هيك كنا قاعدين أنا ونوران، شفتوني أكيد لما صورت معاها، فقالت لي قصة. هاي القصة يعني لو خلتني لو أنا كنت قبل أفكر 1% مثلا انه انا اطلع بنات اخوي، او انه انا بكره مثلا اذا يعني بيت بيبيز انه انا اطلعهم، هلا حاليا من بعد القصه هاي صرت مستحيل حتى تيجي الفكره ببالي. هقول لكم القصه كيف هي قالت لي. قالت لي انه في يوتيوبر هي كانت متابعتها وكانت يعني بتصور عادي حياتها فلوجز وكذا، فبيوم صورت ابنها او بنتها بصراحه مش كثير متذكره، وهم طالعين من الحضانة، ولمدة ربع ثانية بس كان مبين اللوجو تبع الحضانة تبعتهم يعني. ففي أشخاص مرضى كانوا متابعينها وشافوا، وقفوا اللقطة على وين ظهر اللوجو تبع الحضانة تبعتها أو تبعت البنت أو الولد، وراحوا خطفوهم وراحوا بعدها صاروا يبتزون يعني بدهم فلوس وكذا. فتخيلوا قديش انه السوشيال ميديا عن جد بتخوف. عن جد ممكن انه هي تقلق، فاهمين؟ انه ممكن فعلا الواحد يصير في مصايب، وخصوصا يعني حياتنا نحن اليوتيوبرز الكذا. يعني كتير ناس مثلا بيكونوا عارفين انه نحن وين، فاهمين؟ مثلا ممكن انا اصور ستوري مثلا امبارح، على سبيل المثال امبارح انا كنت في القرية العالمية، اوكي كتير ناس كانوا عارفين. إذا في حدا مثلا بمخه فيه مرض عادي ممكن إنه مثلا يسوي مصايب. عن جد الواحد بخاف خصوصا الأطفال يعني. عن جد الأطفال جد كتير كتير الواحد بخاف عليهم عن جد. مش عارفة حتى إذا الواحد بده يطلع أولاده يعني كتير يدير باله كتير. فبس يعني الواحد عن جد لازم كتير يدير باله من الناس. في بشر عن جد مؤذية، وفي ناس ممكن يعني في شخص واحد بس ممكن يدخل حياة البني آدم يدمرها، فاهمين؟ فعن جد دائما الواحد يدعي يقول يا ربي الله يوقف بطريقنا أولاد الحلال ويبعد عنا كل حدا ناويلنا على شر. بس يعني
بس اسمعوا ما عليكم امبارح أنا كتير انبسطت إني شفتكم، عن جد شفت منكم هيك بنات وكتير انبسطت إني شفتكم، سلمت عليكم كذا، كتير بحب لما أشوفكم. يس يعني على العموم بس هيك كنت حابة إن أنا أصبح عليكم ونحكي شوي وبس. هلا عاد خليني أروح على الجيم أخلص عاد التمرين تبعي وبعديها برجع لكم. يلا. خلصت والشاطرة شهد نسيت النينتر ماي تبعتها بالسيارة. لكم أن تتخيلوا إنه التمرين كلياته بدون ولا نقطة ماي. بالأخير بس أنا طلبت لهم بوتيكاسة ماي حموت، بعتوني ذكاء خارق أقسم بالله. بس الحمد لله خلصنا. متت يا بنات، متت فحلكت اليوم. هيا على حطة يداي. عاد أنا كتير بحب إنه أنا أخذ معاي مي عشان أشرب بالجيم، لأنه بتعرفوا بتعب فبستغل إنه أنا عن جد بشرب أكتر، بس مش مشكلة عادي بتصير.